هاي يا اصحابي، ويلكم لفلوج داي نمبر 5. الحمد لله بدأت يومي بقى والفيديو كده بمية الزمزم، لان انا الحمد لله قدرت ان انا اروح اصلي الفجر هناك في الحرم. صورت لكم بقى كام لقطات كده من هناك، وبجد السما كانت بيور جدا وصافية وكل حاجة. ونزلت بقى اتصور مع حمام الحرم او حمام الحمى، وطبعا عارفين ان الحمام ده من سلالة الحمام اللي وضع عشه في غار ثور مع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة المنورة. بجد شكله تحفة من قدام، وريشه اسود كده، وعند رقبته هتلاقوا فيه لون ازرق او اخضر مايل للاخضر شوية. شكله من قريب كان تحفة، وبجد الحمام ماشي في حاله خالص. واحلى حاجة ان الحمام ده اصلا محرم قتله او صيده او اكله كمان. فكان شكله حلو قوي، واحنا بنرمي له اكل كده يتجمع كله ويطير حوالينا، وموجود في كل حتة في مكة. طبعا هو مركز اكتر كله عند الحرم، بس ساعات واحنا ماشيين كنا بنشوف برضو منه في اماكن تانية. فحلو قوي، وكان شكله جميل، وقعدت اصور فيه شويه، وبعدين اصور بقى في السماء قد ايه ان هي كان شكلها حلو وكانت فاضيه خالص. وهنا بقى صوره الحرم وهم بينضفوه، كان على الفجر كده، بعد الفجر بشويه بيبداوا بقى ان هم ينضفوا الحرم بالعربيات زي ما احنا شايفين. رجعت نمت شويه، شربت نسكافيه، واحلى فقره بقى وهو فقره البيك. ما ينفعش تروحوا السعوديه حرفيا من غير ما تجربوه. وملحوظه بقى ان البيك اللي موجود عند الحرم مش هتلاقوا فيه غير مسحب بس. فنصيحة ما تتخدعوش، عشان هتلاقوا طابور فظيع، وفي الاخر مش هتلاقوا البيك اللي انتوا عايزينه. وبعدين قعدنا نزين بقى عشان فرح ابن عمتي واخويا في الرضاعه، ودي ميزه حلوه قوي هتعرفوها بعدين، هقول لكم عليها في الفيديوهات اللي جايه. وبالليل بقى كان عندنا عزومه كانت رايقه جدا الصراحه، وقعدنا بقى نشرب القهوه السعودي. انا الصراحه ما بحبهاش قوي بس اتعودت عليها. وبالليل بقى واحنا بنتمشى اخدنا باسكن روبنز، وطبعا انتوا عارفين قد ايه انا بعشق الايس كريم، فروحت بقى هناك جربت الباسكن روبنز. الصراحه كان احلى شويه من عندنا. وحطيت لقيتهم حاطين الكالوريز كلها على الايس كريم، عملت اجنورنج خالص ليها واستمتعت بيومي، اخدت الايس كريم وبس كده. استنوا فلوج بكره.